عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس، أهلا وسهلا بيكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة حبيبي هنحل مع بعض قيم نفسك صفحة 112 كتاب المدرسة لغة عربية سنة 6. نقول بسم الله. متنسوش حبيبي حطوا لنا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة إن شاء الله توصل لكم من حالة التدريبات والواجبات. يلا يا أبطال. السؤال الأولاني التعبير الكتابي. اكتب نص معلوماتي عن الحسن بن الهيثم ودوره في خدمة البشرية في حدود 120 كلمة. هتقول يعد الحسن ابن الهيثم من أعظم العلماء العرب الذين ساهموا في تقدم العلم والحضارة. ولد في مدينة البصرة بالعراق، واشتهر بعلمه في البصريات والرياضيات. واكتشف ابن الهيثم أن العين لا تبصر الأشياء إلا عندما يسقط الضوء عليها ثم ينعكس إلى العين. كان لهذا الاكتشاف تركيز في تطور علم الضوء في العالم، وألف كتب كثيرة في الطب والهندسة والفلك. ثانيا القراءة المتحررة. اقرأ الفقرة ثم أجب. هل تعلم أن حلم الإنسان للطيران بدأ منذ عدة قرون بفضل العالم الجليل عباس ابن فرناس، حيث صنع جناحين كبيرين يشبهان أجنحة الطيور وحاول الطيران بهما، ورغم أن محاولته لم تنجح نجاحا كاملا إلا أنها ألهمت العلماء على مر العصور حتى ازدهرت صناعة الطائرات بشكلها التي نراه الآن. معنى العظيم يعني الجليل، مضاد تأخرت عكسها ازدهرت. جمع قرن قرون. صح وخطأ. كان عباس ابن فرناس أول من حاول الطيران. صح. لم يستفد العلماء بتجربة عباس ابن فرناس. هتقوله خطأ، استفادوا، بدأ ان هم يطوروا الفكرة واشتغلوا عليها. طيب بما نصف تجربة عباس ابن فرناس، هقوله كانت سبب في الوصول إلى صناعة الطائرات. كانت سبب في الوصول إلى صناعة الطائرات. أجب عما يلي. اختار الإجابة الصحيحة. كانت السماء مليئة بالنجوم اللامعة. نوع خبر كان، هتقوله مفرد. كانت السماء مليئة. طيب ده الخبر وخبر مفرد. بات العلماء ينتظرون بفارغ الصبر قدوم العيد. خبر بات هتقوله ايه؟ هتقوله ينتظرون، وده خبر جملة فعلية. املأ الفراغات بما هو مطلوب امام كل جملة. صار الجو، حط خبر مفرد هتقوله باردة. ستكون مباراة في الصيف، ده خبر شبه جملة. اختار الكلمة الصحيحة إملائيا. شارك الصحفي في مؤتمر. الهمزة على الواو يا شباب، لأن ما قبلها ايه؟ الهمزة متوسطة وما قبلها ايه؟ مضموم. مؤتمر عن تأثير التكنولوجيا الحديثة. تأثير الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح. كده يا شباب احنا وصلنا لنهاية الفيديو. حلينا مع بعض قيم نفسك صفحة 112 كتاب المدرسة لغة عربية الصف السادس. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة توصل لكم من حال التدريبات والواجبات. مع السلامة.